السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتي عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. ورجعنا لكم تاني بالفيديو المنتظر، الفيديو اللي ناس كتير قالت لي وسألتني عليه. طبعا انا طالع اتكلم معاكم النهاردة عن قصة حياتي. ايوه قصة حياتي الصغيرة، يعني انا لسه عندي 25 سنة. قصة حياتي بقى. انا اتولدت كفيف ولا انا ايه اللي حصل لي بالظبط، ولا ايه اللي تم، وهل لي عمليات ولا ماليش؟ كل حاجة التفاصيل كلها تعرفوها لما تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وتعملوا اعجاب للفيديو وتعملوا اشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. طيب مين بقى اللي هيكلمنا عن قصة حياتي؟ مين بقى اللي هيحكي لنا التفاصيل؟ مين اللي هيتكلم عن ده كله؟ طبعا معانا المفاجأة الكبرى، ست الحبايب. ازيك يا ام؟ عامله ايه؟ الله يسلمك. الناس والله ما بتحبك والناس فرحانه بوجودك معايا، وانا بحبهم وانت والله. من ساعه ما عملت الفيديو اللي هو الفيلم اللي احنا عملناه مع بعض، والناس بجد يعني بتسالنا عليك على طول وعايزينك تطلعي معايا على طول. واني والله عظيم، احنا زدنا شرف والله ان احنا نبقى معاهم. ربنا يبارك لك يا رب. ازيكم عاملين ايه؟ طبعا يا جماعه امي اول مره تطلع وتتكلم كده قدام الكاميرا، تمام؟ فانتوا اعذروها لو حصل منها اي غلطه او كده، لان هي اول مره يعني، تمام؟ لو اتلجلجت في الكلام يعني، بس هي ما شاء الله عليها يعني لبقه، ربنا يبارك فيها يا رب ويديلها الصحه والعافيه. احكي لنا بقى يا ام عشان الفيديو ما يطولش، احكي لنا بقى ايه اللي حصل بقى. انا مولود كفيف ولا ايه اللي حصل لي؟ ولا انتوا رحتوا بيا عند الدكاتره والدكاتره قالوا لكم ايه؟ ولا ايه اللي حصل بالظبط؟ احكي لنا بقى اما اتكلمي كده مع الناس وقولوا لهم ايه اللي حصل بالظبط. ابو يوسف كان نازل خالي من جميع العيوب. يعني اول ما الطفل بيتولد بيروح المستشفى بيفحصوه، وكان خالي من جميع العيوب، ما كانش اي حاجه خالص. لمده 3 شهور كنت فاتحه متابعه عند دكتور عندنا، والدكتور قال ما بعد ال3 شهور بالظبط. انا كنت فاتحه معاه متابعه من يوم ما اتولد، زي اي طفل يعني، زي اي اللي هو طفل. اي طفل بتفتح معاه متابعه وكده، ان هو لو جاله سخونيه، جاله برد، جاله حاجه، اي طفل كده عندنا يعني. فاتحين متابعه ان هو ايه، ما فيش اي حاجه خالص. الدكتور قال لي بعد ال3 شهور ابو يوسف مش طبيعي المره دي. فقلت في ايه يعني، ايه اللي فيها دكتور؟ قال لي عينيه مش يعني، حاسس ان عينيه مش طبيعيه المره دي. قلت له يا دكتور يعني اعمل ايه دلوقتي؟ قام قايل لي انا هعطيك ورقه تروح للدكتور بتاع عيون. خدته ورحت عند دكتور عيون، دكتور العيون فحصه وقال لي ده عنده 3 شهور، مش عارف اعمل اي حاجه، انا هحولك الجامعه. طب ايه اللي حصل بقى في عيني ياما؟ يعني ايه اللي حصل؟ الدكتور قال لك ايه؟ قال لي حاسس ان عينه مش طبيعيه في ايه؟ لا فيها هزاز، فيه اهتزاز كده في عيني؟ في هزه بسيطه كده في عينيه. برمش كده مثلا؟ لا في هزه بسيطه في النين من جوه، هزه بسيطه خالص. فقلت يعني هزه بسيطه، انا ما اعرفش في ايه. فاخدته ورحت للدكتور، قال لي انا ما اعرفش. دكتور عيون صح؟ دكتور عيون. قال لي انا هديك ورقه جواب يعني. جواب انك تروحي الجامعه عشان هيفحصوه هناك كويس. ما عنديش فحص شامل بقى. ما عنديش الامكانيات اللي توصلني لقاع العين بتاع الطفل. قلت له طيب خلاص يا دكتور اروح امتى؟ قام قايل لي روح النهارده قبل بكره. خدت انا ووالده رحنا الجامعه عند دكتور هناك من احسن الدكاتره. قال لي انا ما اعرفش افحصه الا لما يكون يبقى صايم. خدته ورحت هناك، قعدت شويه وقمت واخده بعض وقمت راجعه تاني مروحه. قلت له امتى يا دكتور؟ قال لي تجينا ان شاء الله. كنا رايحين يوم الحاد. قال لي تعالي لي يوم الثلاث. يومين يعني؟ يوم الثلاث بس يجيني صايم من الفجر. ايوه. واجي على امتى كده يا دكتور؟ بيقول لي تبقى الساعه 10 موجوده هنا في الجامعه. تمام. خدته ورحت الجامعه يومها انا ووالده. قعدنا وبعدين كان هو صايم، ما رضعش وكان صايم. وخدته ايه لحد الساعه 10 وهو صايم. ورانا ما حدش شافه يعني. من الفجر لما لحد الساعه 10، من الساعه 4 او من الساعه 5 لحد 5 ساعات او 6 ساعات وهو صايم عشان يفحصوا قاع العين. طبعا وانا عندي 3 شهور. كان عندك 3 شهور يعني عارفين يا جماعه انا ايه صايم وانا عندي 3 شهور؟ ولا نقطه ميه ولا رضعه ولا اي حاجه خالص خالص خالص. الله يكون في عونك. خدته وقمت رايحه هناك. قام الدكتور قام قايل لي
دخلته بقى، خدوه من ايدي انا وبابا، اكني كانت روحي بتتنزع مني بجد يعني. انا ووالده لا حد يعرف عنه حاجه، قعد يجي ساعه جوه بيفحصوني بقى. طلع قدام على على البتاع، على التوريلا. وبعدين لقيته كان زي خلصان خالص، خلصان ما فيش اي حاجه خالص. شفت طفل صغير لما يطلع قدام والدته ووالده بالمنظر ده. قعد يجي ساعه جوه، وبعد ما طلع جابوا لي جواب مكتوب فيه كلام كلاته بالانجليزي، ما اعرفش عنه حاجه. قلت له يا دكتور، انا دخلت بقى انا ووالده، وهو كان نايم لسه وعلى كتفنا نايم، ما فيش اي حاجه. قلنا له يا دكتور في ايه في عينيه؟ قام قايل احنا فحصنا قاع العين. أيوة. قلت له طب يا دكتور انا مش فاهمه اي حاجه من اللي حضرتك كتبته. قال لي ده هو الكلام كان كله انجليزي، كان كله انجليزي، مش فاهمه لا انا ولا والده اي حاجه. قال لك ايه بقى؟ قال له قلت له يا دكتور في ايه اللي عنده؟ قام قايل له عنده انفصال في الشبكيه وعنده ضمور خلق. طب يا دكتور الضمور الخلق ده هو نازل خالي من جميع العيوب، وسالنا وعملنا وما كانش في اي حاجه، وعينيه مفتحه وما فيهاش اي حاجه، واللي يشوفه ما فيهاش اي حاجه خالص. قال لي يا اما دي جاله دور سخونيه وهو صغير، يا اما عيب خلقي، يا اما صدفيه. ايوه الثلاث حاجات دول قالهم الدكتور. اخدته ومشيت بقى، بس كان ربنا اللي عالم بيا مش اكتر. سكتنا على كده؟ لا ما سكتناش، لفوا بيا الدنيا كلها. لا شوف كنا بنسمع عن اي دكتور لو في امريكا مكان. والله لو في اي مكان، في اي مكان كنا نبيع، كنا عايزين ما يبقاش. طبعا ما رحتش امريكا، هي بتقول امريكا، انا ما رحتش امريكا، بس بتقول ايه بتقول يعني ايه تشبيه مجازي كده، مجازي، اللي هو لو مثلا سمعوا عن اي دكتور في اي مكان بس الدكتور ده كويس كانوا بياخدونه وكانوا بيروحوا ليه. خدناها من اول، رحنا مصر، ورحنا بلطيم، ورحنا ميتغمر، ورحنا طنطا، ورحنا والقاهره مستشفى المغربي، ومستشفى المغربي. اخر حاجه بقى مستشفى المغربي رحنا لفين. ده الكلام ده بعد ما رحنا دمياط وبلطيم ودمياط وشربين ما سيبناش اي مكان. أيوة اي دكتور نسمع عنه بس ان في حاجه جديده نجري. ما في شيء لحد ما الدكتور قال لنا عاوز عمليه. احكي بقى اما عن الدكتور بقى اللي ايه اللي قال لي انت ليك عمليه ده. ليه عمليه الدكتور وطمنا كده وفرحنا. ايه اللي حصل بالظبط يا اما بقى الدكتور ده قال ايه؟ قال عنده عمليه. طب ايه هي العمليه بقى؟ قال له عمليه زرع قرنيه. ايوه. وانا المشكله مش عندي في القرنيه، هو قال لي زرع قرنيه. قلت له يا دكتور طيب يعني زرع قرنيه هيشوف ابني؟ قام قايل والله الامل ضعيف. بس هو ما بيشوفش، هو كده ما بيشوفش وكده ما بيشوفش. فانا سالت على زراعه القرنيه، ورحت سالتك ودكتور تاني وثالث ورابع طبعا احنا لما سمعنا الكلام ده من الدكتور وقال زرع قرنيه احنا اتبسطنا والله. ابويا قال لي وامي لو هنبيع البيت وهنعمل لك العمليه بجد. الله وكيل، ربنا يبارك لهم في حياتهم وادولهم الصحه والعافيه. ما حدش فيهم اثر معاه في يوم من الايام، كانوا بيجروا بيا. ولحد دلوقتي لو سمعوا عن دكتور كويس بياخدوني وبيجروا. ربنا يا رب يبارك لهم في صحتهم يا رب ويخلوهم ليا، وهفضل ادعي لهم وهفضل تحت رجلهم طول العمر، لان دولت فضلهم عليا كبير بعد ربنا سبحانه وتعالى. ما حدش فيهم اثر معايا، كلهم جنبي. فلما سمعنا بقى عن الدكتور ده وقال لنا بقى انت ليك عمليه زرع قرنيه، فرحنا طبعا وكنا هنستلف فلوس. وابويا قال لي لو هنبيع البيت، فروحنا بقى يما لدكتور تاني. رحنا لدكتور عشان نتاكد ان كلام الدكتور ده صح ولا لا، لان الدكتور ده برضه كان عايز يمضي ابوي على اقرار. قال له لو العمليه ما نجحتش ما تتكلمش، هو كده كده ما بيشوفش. يعني الكلام ده برضه يما لا يعمل اقرار على نفسه. يعمل اقرار على نفسه ان هو ما بيشوفش وكانوا هياخدوا عينيه، وكانت عينيها تبقى شكلها وحش. كانوا يعملوا له قرنيه يعني. ما رضناش يعني بعد ما سالنا كذا دكتور. رحنا بقى لدكتور تاني في دمياط. اخر الدكتور بقى رحنا في دمياط. الدكتور ده الله يصلح حاله ربي ويبارك فيه. قال حرام عليكم، قال لا هو ملوش عمليات، لان عمليات هو عينيه شكلها جميل الوقتي، واللي يشوف ابنكم يقول بشوف ويشوفه كويس. ناس كتير ياما ناس كتير نفس ظروف ابنكم، وعينها مقفله خالص، وفيها عينها فيها بياض وفيها غيامه وفيها يعني احلى. ابنكم احلى من ناس كتير. الحمد لله. وقعد يكلم محمود برضو. محمود ما كانش صغير، كان عنده حوالي 15 سنه. طبعا الدكتور بقى شبه لي موضوع القرنيه دي بحاجه انا لسه فاكرها لحد دلوقتي. قال لي الدكتور اللي قال لك انت ليك عمليه دي، الدكتور ده بيقول لك انت ليك عمليه زرع قرنيه. قلت له فعلا هو قال لي كده. قال لي انت المشكله عندك مش في القرنيه، المشكله في قاع العين في الشبكيه.
المشكله عندك في الشبكيه. قلت له ازاي يا دكتور؟ قال لي هشبهها لك بحاجه، القرنيه دي تعتبرها زي لمبه. طيب الدوايه مش واصل لها كهرباء، وجيت تقيد اللمبه هتقيد زي سلك مقطوع مش موصل لبعضه، هيوصل ازاي؟ ازاي؟ قال لي ازاي؟ قال لي ازاي القرنيه، ازاي لو ركب لك قرنيه انت هتشوف. هي المشكله مش في القرنيه، مش واصل للقرنيه اصلا ضوء او كهرباء عشان القرنيه تفتح. يعني المشكله مش عندك في القرنيه. طبعا مش هنقول زي انفصال في الشبكيه، يعني من هنا لهنا كده الحته دي كلها خاليه، هتوصل ازاي؟ مفيش فيها سلك توصله، مفيش. هو مش واصل، هو من هنا لهنا، ايه اللي هيوصل دي بقى؟ مفيش. يعني القرنيه مش العيب في القرنيه كانت كويسه، مفيش، والقرنيه عندي كويسه، مفيش حاجه توصل ان احنا نعمل عمليه مثلا ان هو يشوف فيما بعد هنزرع القرنيه، بس القرنيه مفيش حاجه ان هو توصل ليه، هو عنده انفصال في الشبكيه، ازاي ان توصل من هنا لهنا؟ بس العلم اتقدم ويمكن ربنا يعمل. طيب ليه عمليات بقى يا ام؟ عشان في ناس بتسالني كتير انت ليك عمليات؟ الله اعلم، الله اعلم، العلم اتقدم ومحدش عارف. انت يا حبيبي الطب يعني ده احنا بنستنى متعلقين في اي امل والله ان ربنا وان حصل وقال فيه عمليه لك لو في اخر البلاد العالم هنوديك برضو ان شاء الله. الله يصلح حالك يا ام. ان شاء الله. يعني احنا نفسنا ومنى عيننا ومنى عيننا وباباه ان هو يشوف. احنا نفسنا ان ابني يبقى كده، والحمد لله ونحمد ربنا ونشكر ربنا على النعمه. محمود الحمد لله، الشيخ ابو يوسف بسم الله ما شاء الله فيه صفات ما هوش عند المبصر، ونحمد ربنا على بصيره القلب. الحمد لله اكتر من كده البصيره. ايوه العمى عمى القلب مش عمى العين فعلا والله. كفايه ان ابني حامل كتاب ربنا الحمد لله، ونحمد ربنا على النعمه اللي احنا فيها، وهو احسن واحد في الدنيا. طبعا يا اما انا بشكرك على الكلام اللي انت قلتيه ده كله، وزي ما سمعتوا كده يا جماعه هو ده اللي حصل معاه بالظبط. وبجد يعني انا قلت اعمل فيديو انا ووالدتي عشان انا بتسال الاسئله ديت كتير، انت مولود كفيف، طب انت ايه اللي حصل لك، طب انت ليك عمليات ولا مالكش؟ طبعا امي قالت الله يصلح حالها كل حاجه، ووضحت كل حاجه باستفاضه وباستفسار. والحمد لله على النعمه اللي احنا فيها، احنا احسن من غيرنا بكتير الحمد لله، واحنا صابرين وراضيين والحمد لله مرتاحين برضه، والحمد لله على نعمه الصحه، ربنا بس يدوم علينا الصحه والعافيه كده. وطب انت ياما في يوم من الايام حسيت ان انا كفيف يعني ما بقدرش اعمل حاجه؟ لا انت بتعمل كل حاجه، مش عارف اصرف على يعني نفسي. لا بتصرف وبيجيب وبيصرف والحمد لله، ونحمد ربنا ان هو بيمشي على رجليه. الحمد لله، نحمد ربنا وبيجيب لنفسه كل حاجه. الحمد لله. انا عودته من صغره ان هو يجيب كل حاجه لنفسه، لحد كوبايه الشاي كان بيعملها لنفسه، كنت بقول له تعمل كذا وتعملها كذا وتعملها كذا. عملت للناس لحد الاكل بقى هات اللي انت عايزه، وبحط الحاجه قدامه ومعايد كل حاجه في والله البيت. يا جماعه امي الله يصلح حالها يا رب، يعني بتكافح من زمان، هي وابويا بيكافحوا بجد، يعني اشتغلوا في كذا شغلانه، وامي بجد يعني كانت بتسرح الارض. يعني احنا ناس على الله، احنا ناس مش هنقول لكم بقى، احنا الحمد لله ناس على الله، ناس الحمد لله والحمد لله على النعمه اللي احنا فيها. امي بقت تسرح الارض وبقت تسيبني في البيت وانا صغير، وبقت علمتني ازاي اعمل الشاي، وعلمتني ازاي يلبس هدومه، وازاي يجيب هدوم لنفسه، وازاي يغسل لوحده، وازاي يعمل كل حاجه بايده وبنفسه، ونضيف لحد ما اخر حاجه. يعني سبحان الله، الله يصلح كل حاجه تتصوروها في ابو يوسف. الله يصلح حالك بسم الله ما شاء الله، يمكن شايفينه وشايفين نظامه ايه وشايفين شكله ايه. وانا عايز اقول لك برضه اهم حاجه قدام الناس، عايز اقول لك حاجه قدام الناس، انت وابويا انتوا بجد ما قصرتوش معايا في اي حاجه، ولا هنقصر، وانا راضي عنكم ومرتاح، وربنا يجزيكم خير يا رب عني، ويبارك لكم في صحتكم يا رب، ويرزقكم من وسع، وبجد ربنا يصلح حالكم. والف شكر لك يا رب، وربنا ينور لك بصيرتك يا رب، ربنا ينور لك بصيرتك على اللي انت عملتيه معايا، وانا مبسوط والله العظيم. ربنا يابا ربنا ينورها لك يا قلب امك في حياتي، ربنا يديك الصحه يا رب ويخليكي ويديمك دايما في حياتي يا رب، وربنا ينور لك بصيرتك يا رب يا رب. الحمد لله يا رب. وخلي لك ابنك يا رب يا رب. ده كان الفيديو يا جماعه بتاع النهارده. طبعا بتحكي معاكم بكل تلقائيه، من الناس اللي قلبها طيب، من الناس اللي في يعني ما عندهاش خباثه، اللي في قلبها على لسانها، والدليل على كده انت شفتها دلوقتي، يمكن تكون اتأثرت شويه فبتعيط، فمعلش يعني طيبه جدا 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 جدا،
بتتكلم بقلبها، ما بتتكلمش بلسانها، لا بقلبها. قلبها اللي بيتكلم وقلبها اللي بيحكي، لان قلبها طيب. يعني حساسه شويه. فربنا يا رب يبارك لها يا رب في صحتها يا رب وفي عافيتها. يا رب. ويا جماعه دي كان الفيديو بتاع النهارده. اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش بقى الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس، ويا رب نكون كده قدرنا نجاوب عليكم. يلا يا حبايب قلبي، السلام عليكم.